فكرت قبل كده ليه بتذاكري كتير وبتنسى برضه؟ الحل عندنا، بس خلونا نرجع بالزمن شوية. أنا سهيلة لطفي، خريجة صيدلة 2019، حصلت على بطولة مصر للذاكرة في 2019 و 2022. الموضوع ابتدى لما كنت طالبة في كلية صيدلة، كان المنهج كبير قوي والوقت قليل، فمن هنا قلت ليه ما استغلش التقنيات اللي شفتها في الذاكرة وابتدي أطبقها على المناهج اللي عندنا. وفعلا حولت المادة لشكل قصص وألوان، فبدل ما الموضوع كان مذاكرة تقليدية بقى كأنها كده حصة رسم. وفعلا أول ما دخلت الامتحان كل سؤال كان مفتاح للإجابة. ومن هنا اكتشفت إن احنا عندنا مشكلة، إن احنا بنذاكر غلط. وبالتالي حولت الفكرة دي لمشروع عشان أساعد كل طالب في مصر إن هو يقدر يذاكر بمجهود أقل، وبالتالي هيحصل على نتيجة أفضل ودرجات أعلى. عشان كده عملنا منصة ريدو يعني إعادة فعل الشيء بالشكل الصحيح، يعني إعادة فعل إنك تذاكر بالشكل الصح. السؤال هنا بقى، مستعد إنك تذاكر بمجهود أقل وتحصل على نتيجة أكبر؟